السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فلأول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة. اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. وطبعا ما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات بجديد هننزله. النهارده ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد افكاره حلوه قوي. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. في البداية ان شاء الله النهاردة انا هشارككم كده فكرة للفطار وللغدا. انا كنت محتاره جدا في الفطار، ما كنتش عارفه اعمل ايه. فقلت خلاص اعمل كده شويه قرص. لقيت عندي سمنه وعندي شويه لبن في التلاجة. قلت بقى خلاص تمام، طالما ما الحاجه متوفره عندي قلت ان انا اعمل شويه قرص كده نفطر بيهم. هنعمل قرص فلاحي حلوه قوي. فاول حاجه بقى بدات ان انا جبت عندي مقاديرها سهله وبسيطه قوي. جبت عندي كده كيلو من الدقيق، دقيق عادي متعدد الاستخدامات. وبدات بقى السمنه كانت عندي حطاها بالليل بره في المطبخ، يعني ما كانتش في التلاجة. انت لو السمنه عندك مثلا في التلاجة ابدأي بس انك يا دوبك خدي كميه السمنه او مقدار السمنه اللي هنستعمله. خدي بس يا دوبك سيحي حاجه بسيطه كده على النار. فانا كانت عندي زي ما انتم شايفين كده، هي اساسا كانت بره فكانت يعني كويسه، ما كانتش ساقعه قوي. فانا مقدار السمنه اللي انا استعملتها، انا استعملت عندي كوبايه من الماده الدهنيه، بمعنى ان انا استعملت نص الكميه سمنه والنص التاني زيت. وبدات بقى ان انا هقلبهم مع بعض كده بحيث ان هم يندمجوا مع بعض. وزي ما قلت لك لو انت السمنه بتاعتك جامده قوي ابدا انك تضيفيها على النار بس يا دوبك تفك معاكي شويه. انت مثلا حابه تستعملي الكوبايه كلها سمنه مفيش اي مشكله، حابه تستعملي زيت وزبده، سمنه وزبده، بصي استعملي المتوفر عندك والمتاح عندك مفيش اي مشكله. هبدا بقى ان انا خلاص كده السمنه تمام. هبدا بقى ان انا اضيف باقي المكونات اللي عندي. ضفت على الكيلو دي حوالي نص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وظرف من الفانيليا. وهبدا بقى ان انا اجيب عندي كوبايه كده او مج، هبدا ان انا اضيف فيها اللبن. انا هعجن بلبن متوفر عندك مثلا زبادي ومفيش اي مشكله. عايزه تعجني بلبن بس تمام، عايزه تعجني بلبن وميه مفيش اي مشكله برضو. عندك مثلا لبن رايب ممكن تعجني بيه بيكون حلو قوي. فانا بدات بقى ان انا هعجن عندي هنا باللبن. فانا جبت عندي مج كده من اللبن، ضفت فيه حوالي معلقتين كبار من السكر، عليهم مكعب كده من الخميره. انت لو ما عندكيش خميره من دي ممكن تستعملي معلقتين كبار من الخميره الفوريه. وبدات بقى ان انا قلبتهم مع بعض كده وسبتهم على جنب. وبعدين هبدا ان انا اقلب كل المكونات الجافه اللي عندي. والمقادير ان شاء الله هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف. وهبدا بقى انزل بالسمنه بتاعتي. هبدا بس ان انا ابس السمنه كده مع الدقيق بتاعي لحد ما اتاكد ان كل حبات الدقيق اتغلفت معايا بالسمنه. وعلى ما بسها معاكم سريعا كده هقول لكم المقادير برضو. كيلو من الدقيق، ضفت عليه حوالي نص معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ظرف من الفانيليا، كوبايه من الزيت على السمنه. وعندي هنا حوالي معلقتين كبار من الخميره او مكعب من الخميره المتوفر عندك، ومعلقتين كبار من السكر. وعجني بقى بحليب، حليب على ميه، مثلا زبادي، لبن رايب المتوفر عندك عجني بيه. وهبدا بقى ان انا خلاص بعد ما بسيت الدقيق عندي كويس بالسمنه، هبدا بقى ان انا شايفين ما شاء الله الخميره بتاعتنا يعني انا عملت لها اختبار بسيط كده ما شاء الله، طالما ما فرت معاكي كده يبقى كده معناها ان هي كويسه. هبدا بقى انزل بالخميره بتاعتي. طبعا بقى انا هبدا اعجن فيها واضيف لها اللبن يعني شويه بشويه. انا استعملت حوالي مجين ونص من المج اللي قدامكم ده. انت استعملي مثلا ضيفي مج ونص والباقي ضيفيه واحده واحده بالتدريج، عشان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. فبحيث انك ما تضيفيش كميه سوائل كتير تبدا ان العجينه تكون ملزقه معاكي قوي. فانت تفضلي بس تضيفي في الميه كده او في الحليب واحده بواحده لحد ما توصلي لقوام العجينه ده. خلي قوامها يكون متماسك كده وفي نفس الوقت فيه سن الطراوه. انا بعد ما عجنتها كده بقى يا دوبك، انا مش هخليها تخمر، انا هخليها ترتاح بس يا دوبك 5 دقايق كده. حابه انك تسيبها تخمر مفيش اي مشكله، بس احنا هنعمله كله سريع في السريع كده. فانا يا دوبك بس هسيبها تهدى 5 دقايق. وبعدين هبدا بقى ان انا اشكلها الكور. حابه مثلا تشكلي الكور توزنيها على الميزان مفيش اي مشكله. حابه تعمليها بايدك كده بس الى حد ما حاولي تكون حجم الكور يعني متساويه او حجمها متناسب مع بعضها. او مثلا حجم الكوره ده بيرجع لك انت، يعني مثلا انت عامله كوره كبيره وانت لما تبططيها هتعمل معاكي قرصه كبيره. مثلا حجم الكوره كانت معاكي صغيره هتبططيها، وانت بتبططيها بططيها قرصه صغيره. فانا بدات بقى شكلت كل الكور او مثلا عملت كل الكور او كل الكميه اللي عندي. ما شاء الله عملت معايا بالظبط 37 قرصه الكيلو دقيق. حجم القرصه ممتاز قوي هتشوفوه في اخر الفيديو. وبدات بقى ان انا سبتها يا دوبك هديت برده شويه، وبعدين هبدا ان انا اشكلها.
طبعا زي ما قلت لكم التشكيل او حجم القرصه بيكون على حسب الحجم اللي انت عاملاه، بس سيبي فيها سمكه كده شويه بحيث انها تكون مثلا مرتفعه معاكي وكويسه. هبدا بقى ان انا اشكل كل الكميه برضو. طبعا هرصها في صينيه، الصينيه مش مدهونه اي حاجه، هي فيها كميه الماده الدهنيه المناسبه. فانا هبدا بس يا دوبك ارصهم في صواني كده. فانا هبدا اشكل معاكم كام واحده كده. خلي دايما يكون فيها سمك بسيط، يعني حوالي نص سنتي كده، ما ترفعهاش قوي وما تخناش قوي، لازم يكون فيها سمك شويه عشان تطلع معاكي كويسه. فانا هبدا بقى اشكل كل الكميه بنفس الطريقه كده، وبعدين هبدا ان انا ارصهم في الصينيه. شايفين كده يا بنات؟ هبدا بقى ان انا ارصهم بنفس الشكل كده لحد ما اخلص بقى كل الكميه اللي عندي. عايزه اقول لكم ما شاء الله والله ما خدتش وقت وكانت حلوه قوي. خلاص بقى خلصت كل الكميه، عملوا معايا بالظبط زي ما قلت لكم 37 قرصه. ما شاء الله حجم القرصه حلو قوي. فانا في الوقت ده بقى هسيب القرص بتاعتنا تخمر كويس، انا ما سبتهاش تخمر في المرتين اللي فاتوا، فلازم في المره دي بقى اسيبها تخمر كويس قوي. فهسيبها بقى براحتها كده تخمر وتاخد وقتها في الخم. وبعدين بقى بسويها في الفرن على درجه حراره وسط. يعني انا سويتها في الفرن اللي هو الحشاش، انا صورته معاكم كذا مره فيه. فانا سويتها في الفرن ده بتكون على درجه حراره هاديه. لو في الفرن العادي بتاع البوتاجاز بتسويها على درجه حراره 200 كانك بتسوي كيك كده. بتشغلي الشوايه من فوق ومن تحت، بس اهم حاجه تتابعي من فوق. لو انت حسيتها تاخد منك لون بسرعه شغلي الشوايه، شغلي بس الارضيه من تحت، والشوايه شغليها لما تبدا تاخد معاكي لون من تحت شغليها من فوق. واول بقى ما تبدا تخرج معاكي من الفرن ابداي بس تغطيها كده بفوطه، مش محتاجه انك تبخيها ميه واي حاجه، لا غطيها بس بفوطه كده وسيبيها. ما شاء الله هتبقى طريه معاكي وحلوه قوي. عايزه اقول لكم القرص في اليوم ده كانت ممتازه، كلها واخده لون حلو قوي من فوق ومن تحت. شايفين القرص بتاعتنا من جوه ما شاء الله طريه وحلوه قوي. انت بقى ممكن تعملي كميه وتحتفظي بيها في الفريزر. اول ما يدوبك بس تبدا تهدى معاكي كده ابداي عبيها في اكياس وعينها في الفريزر، هتكون ممتازه معاكي ما شاء الله حلوه قوي. شايفين شكل القرص بتاعتنا؟ لونها حلو من فوق ومن تحت. جنب بقى شويه عسل كده وشويه جبنه لانشون المتوفر عندك، ممكن بس انك تقعدي تاكليها حاف كده من غير اي حاجه. فانا في اليوم ده بقى هعمل جنبها شويه عسل كده وخلاص. ممكن بقى تضيفي جبن، تضيفي لانشون، مربى، اي حاجه. القرص دي تاكلي جنبها اي حاجه ما بتقولش لا. بس انا في اليوم ده استكفيت بس بشويه قرص كده جنب شويه عسل اسمر. وده كان فطارنا في اليوم ده، يعني الحمد لله فضل ونعمه. عايزه اقول لكم ما خدتش منه وقت نهائي، يعني بالكتير خالص بالتسويه بالخمر بكله هتاخد معاكي بالظبط ساعه، مش هتاخد معاكي اكتر من كده. ما شاء الله القرص بتاعتنا حجم القرصه حلو قوي، انك تعملي بالكيلو دي 37 قرصه بالحجم ده ممتازه. ما شاء الله شايفين حجم القرصه عامل ازاي ولونها وشكلها حلو قوي. جربوها بجد ان شاء الله هتعجبكم. شايفين شكل القرص؟ بصراحه يعني الشكل يتحدث عن نفسه، لونها حلو قوي. خلاص بقى خلصنا القرص بتاعتنا، هندخل بقى على الغدا بتاعنا النهارده. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده غدا سريع كده، هنعمل مع بعض حواوشي. فانا تتبيله الحواوشي بتاعتي بتكون عباره عن مثلا بجيب حوالي حبتين من الطماطم الاول. بس معلش كميه اللحمه اللي معايا اللي في الطبق دي ربع كيلو من اللحمه المفرومه. هبدا ان انا اضيف عليهم حوالي في الكبه هنا اللي انا هفرمه ده، انا مش هضيف كل الكميه دي عليها، بس انا هقول لكم المقدار اللي انا بعمله دلوقتي. انا عندي هنا حبايتين من الطماطم، وبصلايه كبيره حلوه كده، وقرن كده من الفلفل، ونص قرن من الفلفل الحامي. دي كل التتبيله اللي معايا، بس انا مش هستعمل كل التتبيله دي على ربع كيلو بس. انا ما بحبش تكون كميه التتبيله كتيره يعني مثلا تضغى على طعم اللحمه، لا انا هفرم كل ده لان هستعمله في حاجه تانية، وهاخد المقدار المناسب لربع كيلو اللحمه اللي عندي. فانا هبدا افرمهم بقى. بس انا في الحواوشي بحب ان الفرم يكون خشن، يعني ما بحبش انعمه قوي، فبحب ان انا اضربه في الكبه دي. يعني الكبه دي نص كم كده شويه فما بتفرمش قوي، فانا بحب في الكبه دي لان هي بتخليها لي خشن شويه. فابدا بقى ان انا افرمها كده. طبعا انا زي ما قلت لكم انا هستعمل نص الكميه والنص التاني هستعمله في حواوشي برضو، بس انا هقول لكم يعني انا عملت ايه في وقت ما اكون هحشي معاكم. فخلاص هنا بقى انا فرمتها. هبدا بس ان انا انقل اللحمه كده في بوله كبيره بحيث ان انا اعرف ان انا يعني اقلبهم مع بعض كويس. هضيف بقى حوالي 3 معالق كده من الخلطه اللي عندي او نص الخلطه اللي معايا دي. بعدين هبدا بقى ان انا اضيف التوابل بتاعتي. انت طبعا ممكن تجيبي كيس توابل اللي هو بتاع الحواوشي الجاهز ده وتضيفيه. انا بستكفى بالتوابل اللي عندي لان بصراحه ما بحبش التوابل تكون كتيره قوي بالذات في اللحمه. فضفت عندي رشه كده من الملح، فلفل اسمر، رشه بسيطه من الكمون على الكزبره، رشه كده من البابريكا عشان اللون شويه، ومعلقه صغيره من بهارات اللحمه. وبدات بقى ان انا هقلب كل الكلام ده مع بعضه، ادعكيه مع بعضه كويس قوي كده لحد ما تتاكدي ان كله كده اندمج مع بعضه وامتزج مع بعضه كويس. وهبدا بقى ان انا اسيب الخلطه بتاعتنا دي كده مع نفسها شويه تشرب كده من التتبيله. كنت بقى طبعا مجهزه العيش بتاعنا. فانا هبدا ان انا بس دلوقتي باقي كميه التتبيله هبدا ان انا اعينها في كيس كده واعينها في الفريزر.
في مره بقى برضو هعمل كده حواوشي هطلع يكون جاهز معايا. اوقات لما بكون بعمل مكرونه باخد حته كده من التتبيله دي اضيفها على المكرونه، ما شاء الله بتخلي لها ريحه وطعم حلو قوي. فانت ممكن تستعمليها في اي حاجه، مش هتقول معاكي لا. انا مثلا بكون عيناها لو هعمل حواوشي تاني باخد نص الكميه، باخد الكميه دي بكون عارفه انها مناسبه لربع كيلو من المفروم، فبخرجها وبتكون جاهزه معايا وبتكون تمام. فانا هبدا ان انا اعينها في كيس كده واعينها في الفريزر وقت الاستعمال. وهبدا بقى دلوقتي ان انا احشي الحواوشي معاكم. بس وانا بحشيه هقول لكم ان انا الحواوشي ده انا كنت عاملاه مثلا مجهزاه من يوم السبت، وكنت اعمل حواوشي مثلا يوم الاثنين. فكنت خايفه مثلا يوم الاثنين العيش مثلا هيجيلي اللي هو العيش المدعم ده، العيش البلدي، كنت خايفه ان هو يجيلي ما يكونش حلو قوي. فحبيت ان انا اكون مجهزاه وحطاه في الفريزر ما بيجرالوش اي حاجه، بطلعه هو مجمد كده اسويه ما بيجرالوش حاجه خالص. فحبيت ان مثلا خفت لا في اليوم ده ما يكونش العيش حلو قوي فما اعرفش اعمل منه، فقلت خلاص اجهزه من قبلها. وفي نفس الوقت برضو الكميه التتبيله اللي انا عينتها دي برضو الكميه اللي انا هخرجها اعمل بيها يومها برضو. فانا يعني حبيت ان انا اجهزهم كده يكونوا جاهزين هما ما بيجرولوش اي حاجه. ما شاء الله عايزه اقول لكم ربع كيلو عمل معايا خمس ارغفه. ما شاء الله حجم اللحمه في الرغيف حلو قوي، يعني حجم اللحمه مناسب. انا بحبه مثلا ما يكونش كميه اللحمه كتيره قوي ولا مثلا قليله قوي، لان انا بحبها في المعقول كده تكون يعني وسط. وانت بتاكلي كده ما تحسيش انك بتاكلي لحمه كتيره قوي طاغيه على طعم العيش، او مثلا اللحمه قليله وتحسي انك بتاكلي عيش كده متلحس بلحمه. لا انا بحبها تكون في الوسط كده. فانا هحشي كل الكميه دي عملت معايا 5 ارغفه، وببدا بقى ان انا احطهم في كيس ابيض كده زي ما انتم شايفين واربط عليه كويس قوي وعينه في الفريزر. وقت الاستعمال بطلعه يبدا يفك معايا، او مثلا مش عايزاه يفك بتطلعيه مجمد كده تدهنيه دهنه الزيت وتبداي انك تدخليه الفرن على طول ما بيجرالوش اي حاجه. فانا هبدا ان انا اعينه في الفريزر بحيث وقت الاستعمال اطلعه. ممكن برضو تعتبريه دي حاجه من الحاجات التجهيزات اللي تجهزيها اول الشهر تسهل عليكي قوي. خلاص بقى جهزته وخلصته كده. هبدا بقى دلوقتي ده في اليوم بقى اللي انا كنت اعمل فيه الحواوشي، فقلت بقى اعمل رغيفين كده اسكندراني برضو. الاسكندراني حلوه وسهله قوي. انا عندي هنا كوبايتين من الدقيق، ضفت عليهم نص معلقه كده من الملح وحوالي معلقه كبيره من السكر ومعلقه من الخميره. وهبدا بقى ان انا اقلب كل المكونات الجافه دي مع بعضها كويس قوي. وهبدا بقى انزل عندي بحوالي كوبايه من الميه وابدا ان انا اعجنها لحد ما يتكون عندي عجينه طريه. طبعا بقى لو احتاجت منك ميه تاني ابداي انك تضيفي لها، ما احتاجتش خلاص تمام. بس انا هنا هحتاج ميه تاني، فهبدا ان انا اضيف لها واحده واحده كده لحد ما يتكون عندي يعني عجينه طريه. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات العجينه اللي عندي بتكون فيها سنه تلزيق شويه. هبدا اضيف عليها بقى حوالي يعني 3 4 معالق كده من الزيت. وهبدا بقى ان انا يعني اخلي فيها سنه الطراوه دي مش مشكله، انت لما تضيفي الزيت هتبدا ان هي تلم مع بعضها كده. خلاص بقى هبدا ان انا المها على بعضها كده. ما شاء الله شايفين فيها سنه طراوه كده او سنه تلزيق. سنه التلزيق دي بتديكي سنه طراوه بعد كده لما تطيبي الحواوشي. فانا بعد بقى ما عجنتها كده هبدا بس ان انا اسيب العجينه اللي معايا دي تبدا بس تهدى كده على ما ابدا ان انا اجهز الخلطه. طبعا بقى التوابل هي نفس التوابل اللي استعملتها اول الفيديو. وطبعا ده البصل والطماطم ده اللي كان في الفريزر اللي انا كنت عاملاه معاكم برضو. فابدا بقى ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعض برضو كده مع التوابل. وبعدين هبدا بقى ان انا اجهز الكميه اللي الكوبايتين من الدقيق عملوا معايا 3 ارغفه. انا بحب بصراحه ما بحبش مثلا ان انا اجيب رغيف وافرده واحط اللحمه في قلبه واكوره وافرده، لا انا بحب زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده رشه من الدقيق وابدا ان انا افرد واحده. بخليها بسمك رفيع قوي، يعني خلي سمكها رفيع على قد ما تقدري. وببدا ان انا اجيب واحده تانية كمان افردها. ويعني احنا هنمشي مع بعض دلوقتي خطوه خطوه. انا باخد واحده كده من الكور اللي انا عملتها دي، ببدا ان انا افردها كده على رشه من الدقيق عشان ما تبداش بس ان هي تلزق معاكي. فانا هبدا افردها كويس قوي. اخليها بسمك رفيع جدا، خلي السمك بتاعها رفيع عشان لما تبدا بس تسيبها تخمر شويه او تدخل الفرن وسمكها يزيد شويه ما تبقاش تخينه قوي. فانا ببدا اعمل مثلا كوره منهم كده وبعدين ابدا اجيب الكوره التانية افردها بنفس الطريقه. وبخلي الاتنين الى حد ما يكون حجمهم يعني قريب من بعض عشان احط الاتنين فوق بعض. خلاص بقى كده بعد ما فردتهم هبدا بقى اجيب كميه اللحمه بتاعتي وابدا ان انا افردها على الرغيف بتاعي. طبعا بقى ضيفي كميه اللحمه برضو المناسبه ليكي، حابه انك تقللي كميه اللحمه عن كده. يعني انا عايزه اقول لكم في العيش البلدي عمل معايا الربع كيلو عمل معايا 5 ارغفه. هنا في الاسكندراني الربع كيلو عمل معايا 3 ارغفه بس. ما شاء الله حجم الرغيف حلو قوي، يعني الواحد ياكل الرغيف ممتاز. فهبدا بقى ان انا افرد كل كميه اللحمه اللي عندي كده وبعدين هجيب بقى الجزء التاني اللي انا فرداه ده ابدا ان انا احطه عليه بقى. وهبدا ان انا اقفل الحروف كويس جدا. اهم حاجه انك تقفلي الحروف كويس
عشان لما تبدا تخمر معاكي او تدخل الفرن ما تفتحش منك ومثلا اللحمه ما تنزلش السوائل اللي فيها بره، ويكون العيش مش لطيف معاكي كده وينهري معاكي. لا، اهم حاجه قفلي الحروف كويس قوي. ابداي بس انك تضغطي عليها بايدك كده، حابه انك تقفليها، حابه انك مثلا تقفلي عليها بشوكه، اي حاجه، المهم انك تقفلي عليها كويس. فانا هبدا اقفلها كده واشيلها بقى. اهم حاجه رشه الدقيق تحت العجين زي ما قلت لكم عشان ما يبداش يلزق معاكي. هيكون معانا بالشكل ده بقى. هبدا ان انا ارصه في صينيه، وهبدا بقى ان انا اعمل كل الكميه بنفس الطريقه كده زي ما قلت لكم. عملت معايا 3 ارغفه، فانا عملت بقى كل الكميه بنفس الطريقه كده، او كل المقدار معايا بنفس الطريقه. وفي نفس الوقت برضو كنت مطلعه الحوش التاني يبدا يهدى معايا. طبعا انا بحط الحوش ده في الصينيه من غير دهنه زيت ولا اي حاجه، انا بحطه زي ما هو كده في قلب الصينيه. وببقى بقى في الوقت ده مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره وسط، يعني حوالي 200 220 بالكتير خالص، على حسب بقى الفرن عندك. اهم حاجه بصي ظبطي الفرن بتاعك يكون درجه الحراره بتاعته هاديه. انا بشغل من تحت، والشوايه بشغلها تكون هاديه برضو معايا. فابدا بقى خلاص خلصت كل كميه الاسكندراني معايا كده. واول رغيف بس اللي ما ظبطش معايا شويه، بس قلت لكم على التكات اللي تخليه يطلع معاكي مظبوط. وهنا بقى خلاص هطلع برضو التاني من الفريزر. فبحط بقى كده شويه كده من الزيت التاني. انا ما ضفتلوش زيت في الصينيه خالص، بس التاني ده انا بحب ان انا اضيف له زيت كده عشان العيش يتحمص معانا. وهبدا بقى ان انا اطلعه زي ما انتم شايفين كده وهو مجمد، مش هسيبه يفك ولا اي حاجه، لا بطلعه مجمد زي ما هو كده. وببدا ان انا اسويه، بس احط برضو على الوش كده شويه من الزيت، وابدا ان انا ادهن الوش بالزيت عشان يبدا يتحمص وياخد معايا لون حلو كده. انا في الوقت ده كنت دخلت الاسكندراني، كنت سبته ان هو يبدا يخمر شويه. وبعد ما خمر معايا يعني يا دوبك سيبيه كده نص ساعه، حتى لو ما خمرش معاك سيبيه بس يرتاح نص ساعه. ودخلته هو يستوي الاول، وبعدين هبدا بقى ان انا ادخل الحوش التاني ده بعده. فانا دلوقتي هوريكم الحوش كل واحد لوحده كده، اوريكم قد ايه هو ما شاء الله حلو قوي. طبعا بقى قطعنا بقى المنكهات اللي جنبه بقى كيس شيبسي كده وقطعنا بقى خيار وطماطم وليمون بقى مخلل. شايفين ما شاء الله اللحمه بتاعتنا من جوه ما شاء الله كانت مستويه وحلوه قوي. العيش البلدي ده بيبقى في الحوشي حلو جدا، ممكن تستعملي العيش الابيض برضو. وعايزه اقول لكم الاسكندراني ده بقى كان وهم بصراحه حلو قوي. سمك العيش اللي بحبه يكون يعني ما يكونش تخين قوي كده تحسي انك بتاكلي عيش طاغي على طعم اللحمه، لا، اهم حاجه رق العيش كويس قوي. شايفين ما شاء الله واخد لون حلو قوي. انا وقت التسويه بس اديته كده رشه من الميه، وحطيت عليه شويه كده من حبه البركه. ما شاء الله اظن الشكل يتحدث عن نفسه. عايزه اقول لكم غدانا في اليوم ده ما شاء الله كان حلو قوي. نص كيلو من اللحمه المفرومه ده ياكل 4 افراد. عايزه اقول لكم ان الواحد ياخد الرغيف الاسكندراني من ده كفايه قوي، يعني انا شخصيا كلت رغيف واحد واستكفيت عليه. خلاص بقى كده ده الغدا بتاعنا غرفناه بقى، الخيار والطماطم والليمون بقى المخلل وكيس الشيبسي كده بقى جنب الاكل بتاعنا ده. ما شاء الله الحمد لله فضل ونعمه، ربنا يديم علينا نعمه دايما يا رب. فخلاص بقى لحد هنا كده هيكون خلص الفيديو بتاعي معاكم، خلصت افكاري معاكم. رغيت كتير قوي في الفيديو النهارده، بس الفيديو بتاعنا بصراحه حلو قوي. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه لو بشيء بسيط. ولو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وافكار جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.